اهلا وسهلا بيكم في وصفة جديد. انا هند فهمي. النهارده هنعمل مع بعض مقبلات بمناسبة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هو سبرينج رولز، دي حاجة بتبقى مقبلات خفيفة تنفع في عزومات رمضان او تنفع في اي وقت مع الاكل، يعني بتبقى تنفع في كل الاوقات وبتبقى خفيفة وزي ما انتم شايفين كده هشة ومقرمشة، الاطفال يحبوها قوي. هنبدأ مع بعض في الفيديو على طول. انا هنا كنت مجهزة فراخ ولحمة وجبنة وبقدونس، تقدروا طبعا تحشوها زي ما انتوا عايزين، بس يعني الحشو متوفر عندكم تقدروا تحشوها بيه. انا كنت مجربة كذا حشوة، ممكن تحشوها خضار برضو، فلفل الوان وتحطوا معاه زيتون وتحطوا معاه جبنة. انا هنا كنت عاملة ميكس جبن شيدر على رومي على موتزاريلا، وكنت جايبة فراخ وحشيت واحدة كده وواحدة كده. اهم حاجة واحنا بنحشيها ان احنا نتأكد ان احنا قفلناها كويس جدا من الجناب علشان خاطر ما تفكش مننا واحنا بنحمرها في الزيت. انا هوريكم دلوقتي احنا بنلفها ازاي. طبعا دي بتجيبيها جاهزة من السوبر ماركت، بتظبطي كده الزاوية بحيث ان الطرف يبقى في وشك بزاوية، ما يبقاش مربع زي ما هو مستقيم. وبعد كده بتبدأي تحطي الحشو على الحرف كده خالص، وتلمي الحشو من الجناب عشان ما يطلعش منك من الحروف. تبدأي تنزلي تمسكي الحرف تتنيه لجوه، وتبدأي تجيبي الحرفين مع بعض وتلفي، ونجيب بقى العجينة بتاعتنا بتبقى عبارة عن معلقة دقيق وشوية مية، ونقلبهم في بعض كويس قوي عشان نقفل بيهم. اهو زي ما انتم شايفين كده مسكنا الحرف، جبنا الطرفين ولفينا، وبدأنا نجيب العجينة ونلزقها من الحرف عشان تبقى متماسكة كويس. شايفين شكلها بعد ما قفلناها مقفولة هي من تحت ومن فوق، ما فيهاش اي فتحات خالص عشان ما تفكش منك في الزيت. هوريها لكم بشكل اوضح تاني. زي ما قلت لكم نقدر نحط الحشو اللي احنا عايزينه، ما تخافوش اي حشو هتحشوها بيه مش هيطلع منكم لو انتوا لفينها كويس. هنمسك الحرف بتاعها وندوس عليه جامد، طبعا الناس المبتدئين لازم ياخدوا بالهم وهم بيلفوها. هنمسك الحرف كده ونجيب الجناب ونلم اي حشو مننا ما يطلعش من الجناب، نلم كويس قوي بندوس عليها جامد. وخدوا بالكم لان هي بتبقى رقيقه جدا، ممكن تتقطع منكم بسهوله، فاحنا ناخد بالنا واحنا بنلفها. اهي زي ما انتوا شايفين كده متقفله من كل حته. هي مش دي سهله وسريعه، وبنعمل الكميه اللي احنا محتاجينها ونشيلها في الفريزر في اي وقت عايزين نطلع نعمل، ما فيهاش اي مجهود خالص. هنجيب بعد كده كميه من الزيت نسيبها بس نسخنها شويه، وبعد كده نبدا ننزل بالسبرينج فيها واحده واحده، بس اهم حاجه ان الزيت يكون سخن. ما بتاخدش معانا وقت في التسويه خالص، دقيقه او دقيقتين بالظبط بنبتدي نقلبها على الجنب التاني، الوش بس يحمر. اوريدي احنا بنبقى لو احنا عاملين حشو فراخ او لحمه او حاجات زي كده بنبقى مسوينها. طبعا لو احط جبنه او حاجات من دي كده كده عادي مش محتاجه تسويه. ده كان شكلها بعد التسويه. هوريكم دلوقتي شكلها من جوه بعد ما اتحشت. هي ما فكتش مني ولا الحشو خرج بره ولا اي حاجه خالص، وده شكلها اهو. انا بفتحها اوريكم من جوه، وادي الموتزاريلا بتمط فيها من جوه وشكلها جميل جدا. وادي ده الحشو التاني برضو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، الف هنا وشفا. هستنى ان شاء الله تعملوا لايك وسبسكرايب، واستناكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات تانية. اشوفكم على خير ان شاء الله.